أجهزة الألعاب المهكرة صارت كلش منتشرة بالعراق، بحيث صارت أكثر من الأجهزة القانونية، وكلش هواية من اللاعبين يتفاخرون إن عندهم جهاز معدل، بس هم ما يدرون إيش قد جاي يأثرون علينا إحنا كلاعبين بالعراق. يعني بينما إحنا نطالب المتاجر تعترف بينا رسميا وتخلينا ستور خاص بينا، يجي أبو طول الحلو يعدل الجهاز ويتشفص بالوضعية. أنا وياكم وأفتهمكم إنه ما عندكم المقدرة تشترون ألعاب، ما يخالف تشتري جهاز مثل الجيل السابق مثل بلاي 4 معدل بيها مجد. بس أنت اللي رايح تشتري جهاز بلاي 5 برو ب1,400,000 على مود تعدله، شنو جاي تحس رحمة لربك؟ فهم. واللي يقول لي شنو تأثير هاي الشغلة على مجال الألعاب بالعراق، فأحب أقول لك بكل بساطة، شركة مثل سوني إذا أجت تريد تفتح وكالة بالعراق أو تفتح لنا ستور، من تجي وتشوف اللاعب جاي يبوق ويسرق الشركة وألعابها ويلعب بالحرام، أكيد ما راح تفتح لك أي شيء، لأن أنت حرامي جاي تبوق بيهم، جاي تبوق حقوقهم الفكرية وألعابهم. ما يخالف ما عندك مقدرة، ما عندك فلوس تشتري بيها ألعاب، وطبعا حالك من حالنا، إحنا هم ما عندنا، بس اكو خيارات اقتصاديه، مثلا الاكس بوكس سيريس اس، الجهاز واشتراك جيم باس سنوي يعطيك 450 لعبه، ما يكلفك مثل ما يكلفك البلاي 5. واتمنى من الدوله وخصوصا وزاره الاتصالات لين مسويه حمله على سالفه الحقوق، اول ما تحاسب المتاجر اللي تروج لهاي السوالف، لان ملينا ولازم المتاجر تسوي لنا ستور خاص بينا ويناسب دخل الفرد من عندنا.